ازاي الهاكرز بيسرقوا فلوسك من البنك من غير ما تعرف؟ تخيل انك فاتح الحساب البنكي بتاعك عادي، وبعدين نسيت تعمل حاجه ففتحت تاب جديده عشان تعملها، وبعد شويه رجعت لقيت ان حسابك بقى زيرو والاكونت بتاعك اتقفل، وبتحاول تدخل من الاول بيقول لك الباسورد ده غلط. الثغره دي اسمها CSRF اتاك، وده بيستغل انك فاتح الاكونت بتاعك وبتقلب بين التابس، فبيعمل ريكوست للموقع ويبعت الفلوس لحساب تاني او يغير الباسورد بتاعك او حتى الايميل. مش لازم تدوس على حاجه عشان الاتاك ده يحصل، ده ممكن يكون حاطط الكود في صوره او سكريبت بس مخفي جوه الموقع اللي انت بتزوره. طب ازاي تحمي نفسك وازاي الشركات بتحل المشكله دي؟ المفروض لو هتفتح الاكونت بتاعك افتح من انكوجنيتو وما تفتحش تابس تانية معاه. اما بالنسبه للشركات فتعال اديك مثال بسيط. لما بتكتب شيك لحد لازم يكون عليه توقيعك عشان البنك يقبله، ولو حد تاني كتب الشيك ده من غير التوقيع البنك مش هيقبل. نفس السيناريو ده بيعمله السي اس ار اف توكن. لما بتدخل على الاكونت بتاعك الموقع بيديك توكن خاص بيك انت عشان تتعامل بيه مع السيرفر، والتوكن ده بيتبعت مع اي ريكوست حساس زي تغيير الباسورد او عمليه تحويل فلوس. ولما الموقع يستلم الريكوست ده بيتحقق من التوقيع بتاعك، لو مش موجود بيرفضه على طول. الفكره ببساطه السي اس ار اف توكن هو طريقه عشان يتاكد ان كل ريكوست حساس جاي منك انت ومش من شخص بيحاول يسرقك. ابعت الفيديو ده للقريبين منك عشان يبقوا دايما في امان، وما تنساش تعمل فولو الانسكيور.